ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عاملين ايه؟ تمام؟ طبعا احنا بنبدا بالصلاه على النبي. اي حاجه بنعملها، اي نقش بنعمله، اي تمرين بنعمله بنبدا بالصلاه على النبي. دايما بقول لك الصلاه على النبي، صلي على النبي هتكسب، صلي على النبي هتنجح، صلي على النبي هتحقق اللي انت عايزه. الصلاه على النبي كلها ايه؟ مكاسب. كلها ايه؟ مكاسب. كلها ايه؟ مكاسب. الاسبوع اللي فات كنا بنقول المستقبل الشهر. في حاجات حلوه خالص حصلت معانا فيها. في ناس فيكم كانت مستوياتها ممتازه. اللقاء كان لقاء مثمر، كان في نديه في الاداء بين الفرق كلها. بالامانه يعني هم برضو ناس الفرق بتاعتهم ممتازه، اللعيبه بتاعتهم ممتازه. لعيبتنا احنا الحمد لله رب العالمين شرفونا انا وكابتن رشاد. اداء مشرف، اداء مقنع، اداء متميز. ده ينعكس على ان احنا في التدريب كنا كويسين، في التمرين كنا احنا تمام، كنا ملتزمين. الناس اللي التزمت معانا ادت كويس. في ناس ظهر البدني بتاعها كابتن رشاد في اول 5 دقائق. كابتن رشاد بقى اول ما قال لي شايف فلان ده ما حضرش التمرينين اللي فاتوا. الناس وقعت من التمرين. وجع مفيش. ليه؟ لان هو ما بيحضرش او بيحضر تمرين وبيغيب تمرين. لما بتغيب تمرين وتحضر تمرين انت كده هتوجع نفسك بدني وفني الاثنين مع بعض. لكن انت المواظبه على التمرين ده برضو من اساس النجاح. انا قلت لك انت عشان تبقى تحقق هدف قدامك لازم انت تسعى للهدف. في ناس كانت ممتازه والناس دي قلنا هنكرمهم ان شاء الله في التكريم الشهري بتاع الاكاديميه. يعني ان شاء الله باذن الله الجمعه اللي جايه، مش الثلاث، الجمعه اللي جايه هنكرمهم باذن الله. هم والناس اللي هيتم اختيارها في الماتش اللي احنا طالعينه بعد بكره. في ماتش ثاني طالعينه احنا بعد بكره، هنختار منهم النهارده كابتن رشاد هيعمل تراي ماتش. اتفضل يا كوتش. اتفضل قول لهم هتعمل ايه. التراي ماتش ده يا اولاد دايما ايه؟ يعني زي ما بنلعب فرقتين مع بعض، تمام؟ بختار العناصر كويسه. العناصر اللي هروح بيها هناك ما تغلبش. زي ما ادينا هنا ماتش كويس وكان اداء كويس ومميز بتاعنا، عايز نفس الاداء اللي اديته هنا اروح اديه هناك تاني. ما اروحش اخد ناس هناك اروح اتغلب بيها، يبقى انا منظري وحش. بدل ما كان منظرنا احنا هنا كويس وكنا ممتازين وكنا ضاغطين عليهم ما اتغلبناش، عايزين اللعيبه اللي كانت معانا بتأدي هنا هناخدها هي هناك. والنهارده في تراي ماتش لو كانت الناس بتلعب معايا الاسبوع اللي فات وما اديتش النهارده مش هاخدها معايا. اللي هيأدي النهارده هو اللي هياخده معايا. اللي هيأدي في التمرين النهارده في التراي ماتش هو اللي هيروح معايا الماتش بتاع بعد بكره. يعني الناس اللي هتأدي اداء كويس هاخده. انا هسجل اسمائها بره. مش اي حد. دكتور تامر معاه ورقه وهسجل اسماء. اقول له انا مثلا احمد محمد هيكتب الاسماء 25 لاعب هاخدهم منكم. اللي هيملوني الكابتن رشاد خلاص هكتبه عندي وهطلع بيه. الناحيه الفنيه قلنا بتاعت الكابتن رشاد لا الحريه الكامله بتاعته فيها. انا مش هقدر اتدخل اقول له خد معاك محمد رجال ويكون هو مستواه مش كويس. مستواه كويس هيقول له خد معاك محمد جاد، خد معاك ايتو، خد معاك مازن، خد معاك صلاح. اللي هيقول لي عليها يا ريت الناس تأدي كويس والناس تكون الاداء بتاعها اداء صحيح عشان خاطر ناخد عدد كويس نشارك بيه بره. تمام؟ دي الحاجه. لا اخر حاجه بقى عايز انبه عليكم فيها. في حد من اولياء الامور مشكور يعني بيشكي من من اولاده من ابنه. انت يا حبيبي يا منطقه يا طالع من البيت وجاي هنا عشان خاطر تتمرن وجاي هنا عشان تحضر تمرين في اكاديميه النجوم عشان تستفاد. مش بعد ما انت تستفاد هتروح البيت. انا بفيدك هنا اول حاجه عندي الاخلاق قبل الرياضه. قلت لك الاخلاق الاول. انا والكابتن رشاد ناس مدرسين قبل ما نبقى مدربين. احنا مدرسين يعني التربيه الاول قبل اي حاجه معانا. احنا هنا بنتعامل معاكم في التربيه الاول. اكبر دليل على كلامي لما يكون في ناس عندها الناحيه الاخلاقيه مش كويسه احنا ما بنقبلهاش عندنا في الاكاديميه، ما بناخدهاش. فولي الامر ده بيقول لي انا ابني يعني طلع منه لفظ مش كويس، بساله بقول لي انا سمعته وانا جاي في الطريق اتكلمت وهو ماشي في الطريق سمع ناس تتكلم او يعني اولاد مش مؤدبين في الشارع اتكلموا راح سمع اللفظ ده. لا مش كل حاجه بجلدها، انا بجلد الحاجه كويسه بس الحاجه الغلط ما بجلدهاش.
الحاجه الغلط ما بجلدهاش. مش معنى ان انا سمعت لفظ بره اروح انا اخد بعض واروح اجلده على طول، واول ما اجلده يعني في الحاجه الغلط. لا انا بجلد الحاجه الصح، الحاجه الغلط ما بجلدهاش. ولو انا ما عرفهاش غلط اسال عليها، دي غلط يا بابا، دي غلط يا ماما، دي صح يا بابا، دي صح يا ماما. ما كانش وبيتعلم الكابتن رشاد دي صح، كابتن تامر دي صح. دي الحته اللي انا عايز انبه عليك فيها. الاخلاق عندنا مهمه جدا 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 قبل اي حاجه تاني. مجموعه كبيره منكم اخلاق ورياضه الحمد لله رب العالمين. اكاديميه النجوم السمعه اللي خدتها الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا الاول، ثم بفضل الناس المحترمه، الناس الكويسه اللي بتلتزم معانا، ثم بفضل اولياء الامور اللي بيدعمونا، وبفضل اهلنا في ولاد نجم اللي بتدعمنا دايما. تدعم اسم اكاديميه النجوم كابتن رشاد وكابتن تامر. احنا عندنا زي ما قلنا 100 مره الاخلاق الاول، اخلاقك ثم الرياضه. يا ريت كل الناس تتحلى بالاخلاق، يا ريت كل الناس تلتزم بالحاجات اللي قالك عليها كابتن رشاد. النهارده الاداء بتاعنا ان شاء الله هيكون اداء مشرف واداء مميز، وهناخد الاسماء الكويسه اللي عملها لنا كابتن رشاد هي اللي هتشارك معانا. في حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي استفسار؟ موفقين ان شاء الله. بالراحه 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 يا صغير بالراحه. ابو زياد يا عبد الرافع يا ده زفت 10 ريال. اقعد يعني انت هو ها.
ازيك؟ عامل ايه كويس؟ كويس الحمد لله. انت اسمك ايه؟ احمد. احمد ايه؟ محدش يتكلم ما تطلعش. احمد ايه؟ تعال. احمد ازيك يا احمد؟ سنة كام يا احمد؟ فتحت. ايه بتلعب كورة معاهم ولا مش بتلعب؟ بلعب. ايه بتلعب ايه؟ بص لي فوق بص لي فوق عاوز اشوفك انا عشان الناس عاوزه تشوفك بيقول احمد ده لاعب محترم وكويس. انت شاطر يا احمد في المدرسة؟ اي. طيب ايه بقى انت بتلعب ايه؟ باك يمين. كمان. باك يمين. بتشجع ايه يا احمد؟ كريستيانو. كريستيانو. عسل يا احمد عسل. الاهلي. الاهلي صح قول لا لا بس يا ده بيشجع كريستيانو رونالدو. ماشي برافو عليك يا احمد. انت في سنه ثالثه بتقول لي؟ طب انت جاي الملعب ليه؟ اخذ محمود. هتعمل بيه محمود؟ خد تعالى كلمني يا احمد. بيعملوا ايه دولت؟ مالهم دولت؟ مالهم؟ يضحكوا علي. يضحك. ما حدش يقدر يضحك على احمد. احمد احسن واحد. احمد احسن واحد فيكم. ايوه. يا احمد قلت لي انت بتشجع كريستيانو؟ ايوه. هايل. انت عشان لابس كريستيانو لف كده اديني ظهرك كده عشان اشوف الرقم بتاع كريستيانو. الله عليك شاطر تسلم يا احمد حبيبي. عايزين نسقف سقفه كده لاحمد. سقفوا لاحمد كده. هايل. يلا بالسلامه. جاي الملعب محمود جايين بالله عشان اخذ محمود عشان امي